الراجل بالمختصر مفيد كان بيشتغل مع نجوم السينما كلهم الستات، فجأة ضميره صحي وعرف اللي بيعمله ده حرام، سمع حديث النبي اللي الراجل اهون عليه اللي يطعم بإبرة كبيرة جدا في رأسه احسن ليه ان يمس امرأة لا تحل ليه. وطبعا بالنسبة لشغلانته بيتعامل مع الحريم بس، والراجل جابها من قصيرها واستغنى عن الشغلانة عشان ده حرام، وعرف ان عمره ما ربنا يبارك له حتى لو بيعمل شغلانة بيجيب فيها فلوس حلوة، بس الشغلانة مصدرها حرام. التلفزيون بقى والستات اللي عندنا يسكتوا؟ لا طبعا. المهنة حرام؟ نعم حرام. يا على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. الرجل لا يقرب للمرأة، نعم، في أي سواء شعر أو ميك اب أو أي شيء. دي يعني لا يعني يا يختلف دكتورة فيها سعاد أحد. هو على صواب؟ مش عارف انت عايز تغلطيه ليه؟ الراجل عمل جريمه بالنسبه لك، الراجل قال لا ما نلمس اي ستات ما تكونش من محارمنا، عمل جريمه بالنسبه لك، لمس الست ويحط ايده عليها وعلى شعرها وعلى وشها، لا ده بالنسبه لك عادي. بس بتبقى للاعمال الشديده الخطوره يعني يا دكتوره سعاد. ده الراجل ده كان يعني كل اللي بيعمله شعر. ايه اللي كل بيعملوا شعر؟ والشعر ده تبع جسم حد تاني ولا تبع جسم حضرتك؟ لمسه مش بيصير شهوه اي راجل طبيعي؟ ولا لما بيلمس شعرك بيسمع انغامي بلس؟ يعني ايه لو ما كانتش حرام بالله عليكي بالعقل كده كان ربنا امر بسترها ليه؟ انا بشجع الشاب ده وبقول له ربنا يبارك لك، وربنا يبارك لاي شاب ترك شغلانه فيها معصيه لله عز وجل واختار اللي هو يبدا من اول حتى لو في اي شغلانه، واستغنى عن المجد والشهره والفلوس بمقابل بس ان يرضى ربنا. ده انت كده في حته عاليه جدا، وربنا هيبارك لك باذن الله طول ما انت بتتحرر لمالك ده حرام ولا حلال.